عقبات تقنية إنه في كثير من الأجزاء مش موجودة عندنا لأن ما بنصنعها. شغلة ثانية إنه عملية كيف إنك تدخلها للبلاد كانت كمان أخذت وقت. نعم، أنا دكتور عمر حماد، اختصاصي استشاري في جراحة العيون وجراحة القرنية والجراحة الانكسارية. هلا المشروع هو تطوير ميكروسكوب ميكروسكوب لجراحة العيون من ميكروسكوب عادي لميكروسكوب ثلاثي الأبعاد. طبعا الفكرة الثلاثي الأبعاد في الأفلام السينمائية أو في التكنولوجيا بلشت في سنة 1860 في بريطانيا من عالم بريطاني. بمجال العيون بآخر 10 سنوات بلشوا يضيفوا في العالم بشركات عالمية هذه التقنية. هلا تقنية الرؤية بثلاثية الأبعاد هي تقنية مزج تو سورسز، يعني مصدرين من التصوير، بحيث انهم ينمزجوا مع بعض ضمن سوفت وير معين. هذا الشيء بعطي قدرة على قدرة النظر في العمق. طبعا هذا الشيء كثير حيوي بالنسبة لجراحة العيون، في جراحة العيون، حيث انه الطبيب الجراح يستطيع ان يرى طبقات الجسم الموجود تحت الميكروسكوب بوضوح. فهلا انت شايف وانا شايف بوضوح انه اذا الطبيب شاف منيح بيقدر يشتغل منيح، فهو بشوف طبقات العين، اجزاء العين، اقسام العين، فلذلك نتائجه بتكون اوضح. ميزته بالنسبه لجراحه العيون هذا الميكروسكوب انه بعطيك مجال رؤيه اوسع من ناحيه الحقل الرؤيه، بالاضافه الى القدره على احساس العمق في الاجسام الموجوده تحت الميكروسكوب، وتخفيف الاجهاد على رقبه وظهر الجراح. فبدل ما الجراح يكون بشكل مائل، هو راح يكون مرتاح في عملية إجراء العمليات. بالإضافة أنه الطاقم الطبي اللي موجود مرافق للجراح راح يكون في حالة ارتياح، لأنه هو كمان بيتابع مع الجراح، وهذا بفيد في عملية التطوير والتعليم المستمر، بحيث أنه لو كان في طلاب بيكونوا متابعين مع الجراح وين هو موجود في أي خطوة. إذا شفت أفضل بتكون نتائج أفضل. فطبعا احنا لا شك شاركنا في مؤتمرات عالمية وشفنا التقنيات هذه، لكن هي تقنيات مكلفة، ففكرنا ان نضيف بعض الاشياء التقنيات اللي نستخدم العلم في تطوير شغلنا. طبعا حاليا احنا بنقوم بعملية تطوير لسوفت وير محلي لاستخدام هذا الجهاز، حتى يكون عملية استخدامه أسهل للجراحين والطواقم الطبية. عندك العقبات، أول شيء عقبات تقنية، إنه في كثير من الأجزاء مش موجودة عندنا لأن ما بنصنعها. شغلة ثانية إنه عملية كيف إنك تدخلها للبلاد كانت كمان أخذت وقت. شاشة العرض هي ثلاثية الأبعاد، فلذلك هي بتمزج، بالإضافة إنه آخر شيء الجراح بيلبس هذه النظارة. هلا الشخص لما بيلبس النظارة بتطلع على الفيديو بشوف الصور ممزوجة ثلاثية الأبعاد وبيقدر يشوف بالعمق. احنا بنواجه مشكلة في تموين تطوير المشاريع اللي زي هيك. ليش؟ لأنها مكلفة جدا. البحث العلمي والتطوير هذا كله مكلف، يعني هي طبعا كل مشروع تم بجهود شخصية.